بص يا صاحبي، الموضوع ما جاش من فراغ. سد النهضة مش حاجة اتبنت فجأة كده، لأ. الحكاية بدأت من زمان جدا، من أيام الستينات والسبعينات، لما كان في دراسات معمولة عن النيل الأزرق. أثيوبيا كانت دايما شايفة إن عندها نهر ضخم بيمر من أرضها، لكن ما بتستفدش منه زي ما هي عايزة. فكان حلم عندهم يبنوا سد كبير يولد كهرباء ويوفر لهم تنمية اقتصادية. لكن الفكرة فضلت على الورق فترة طويلة بسبب مشاكل سياسية واقتصادية، لحد ما في سنة 2011 فجأة أعلنوا إنهم هيبنوا أكبر سد في أفريقيا على النيل الأزرق. القرار ده كان مفاجئ للجميع، خصوصاً لمصر والسودان، لأن النيل بالنسبة لنا مش مجرد نهر، ده شريان حياة. مصر مثلاً 97% من ميتها جاية من النيل، فأي لعب في المية معناه خطر مباشر على الشعب المصري. ومن هنا بدأت القصة تدخل في صراع طويل جدا بين الدول الثلاثة.